بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم الناس؟ نتمنى فيديو اليوم نلقاكم بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم راح تكون كيكة صحية بكل المقاييس، بجميع المقاييس. أول حاجة كيكة مفيدة وصحية، مفيدة للمرضى السكري، للناس اللي تعاني من الفقر الدم، للحوامل، المرضعات، زيادة في التركيز، للأطفال الكبار الصغار. المهم من أروع الكيكات اللي ممكن تجربيها، غنية بالفيتامينات. أول حاجة هنا عندي تمر الغرس اللي هو التمر المعسل. انا عندي هذا تمر طايب يعني كيما نقول حنا معسل ياسر. اذا كان عندك التمر المغرس ولا العجوه ولا التمر اللي عندك ناشف، ديريه في حليب يكون سخون وانقعيه مده ربع ساعه. يعني انا هنايا درت كميه مليحه، هي الوصفه تقولك 20 حبه تمر، لكن انا ما نديرش 20 حبه تمر، ندير اكثر. خاصه حنايا بمنطقتنا، حنايا عندنا التمر، وخاصه التمر هذا تاع الغرس نديرو بالعوله، ويقعد لنا مكانش دار، مستحيل تلقي دار وما فيهاش الغرس. فيعني عندنا بكميات كبيره، يعني ما نتقيدوش حنا ب20 حبه، يعني ديري حتى غميقه اذا حبيتي. يعني قد ما تكثري التمر قد ما راح يكون صحي، وتضمني انه كلاوه بالطريقه هذه. خاصه اللي عندهم الاولاد ما ياكلوش التمر، فالطريقه هذه راح تعجبهم اكيد. كي يكون في الكيك مش راح يحسوا له طعم. اول حاجه هنا راح نديرو في الخلاط الكهربائي. عندك خلاط ديري، اذا ما حبيتيش ديري في رحي بالبراميكسور، رحي بالبراميكسور. كما قلت هنا عندي كاس ونصف حليب. انا بما انه هذا معسل ياسر درته عادي، الحليب عادي دافي، يعني ماهوش ما سخنتوش. اذا كان عندك حليب التمر ناشف، ديريه في الحليب وخليه هكا وغطيه وخليه مده ربع ساعه حتى بذاك الحليب سخون هكا يذوب لك شويه، كما نقول حنا يرخف لك الغرس التمر تاعك. وراح نضيف هنايا، درت كاس ونصف حليب، وراح نضيف 3 حبات بيض. وراح نضيف ملعقة صغيرة معمرة من القرفة. القرفة ثاني تساعد خاصة مرضى السكري، تعدل مستوى السكر في الدم. وعندي على راس الملعقة ما تكثريش زنجبيل، وملعقة صغيرة من الفاني، و4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. تقدري تعوضيها بالزيت العادي، لكن احنا رانا نمشو انه ماذا بينا تكون كيكه صحيه على قد ما نقدروا. هنا اذا كان عندك علبه ياقورت ديري ياقورت. انا ما كانش عندي، كان عندي حليب رايب، فزدت له ملعقه كبيره من الخل، و... وراح نضيفه للخليط هذا. وهنا بعد ما رحيته راح نحطه في اناء يكون واسع، وراح نضيف له المواد الناشفه. هنايا عندي كاس من الدرع. الدرع هذا نوعية الدرع هذا مليح ومفيد. نتمنى توظفوه في كامل مخبوزاتكم، في الرخساس، في الخميرة، في خبز الدار. هذا هو شكله كيما البشنة، وهو حباته صغار، البشنة صفرة وهو هكا جاي هكا ملون. هو ما بين القطاني وبين النشويات، يعني غني بالبروتين وغني بالكالسيوم ومغنيسيوم والفوسفور، وعنده فوائد روعة خاصة المرضى السكري. معمر بالبروتين، خاصة الناس اللي كيما نقول حنا يديروا يوم طرينيو. هنايا درت كاس من الدرع، ودرت كاس من السميد،
وضفت له كيس من خميرة الحلوى ورشة ملح، وراح نزيد نضيف نصف كاس من السميد. شوفي اذا حبيتي ديريها بالدرع كامل، يعني ما ديريش السميد، ديري 3 كيسان من الدرع. انا درت كاس من الدرع وكاس ونصف من السميد. راح نخلط المكونات هذه كامل مع بعضها، وراح ندهن المول بالزيت ونرش عليه شويه سميد ولا جلجلانيه. وهنايا بعد ما نخلط راح نضيف ملعقه كبيره من الجلجلانيه اللي هي السمسم. هنايا شوفي غير من المكونات باك تعرفيها كيفاه راح يجيك صحي، تاكلي وضميرك مرتاح. وخاصه انا نطيب فيه وضميري مرتاح، لاني اول حاجه راح نحط حاجه نوكل حاجه لوليداتي صحيه، وثاني حاجه راح نحط حاجه في قناتي مفيده وصحيه. صح نحبوا نديروا الكيكات اللي تاع الفارينه. هنا ضفت نصف كاس من السميد، يعني الوصفه كامله درت لي كاس ونصف السميد وكاس درع. كما قلت لك نحبوا نحطوا نطيبوا الكيكات اللي فيها الفارينه واللي فيها الزيت وفيها عادي يعني وفيها السكر. لكن ساعة العبد كما نقول حنا شويه للروح شويه للربيحه. يعني مش ديما ناكلوا غير هالحوايج اللي ماشي صحيه، حتى شويه الحوايج هذه تاكليها وتعود ضميرك مرتاح. هنا راح دهنته بالزيت ولا زبده ولا زيت زيتون كما تحبي. درت له شويه سميد ورشيت عليه الجلجلانيه وراح نحطه في الفرن. الفرن يدي معايا وقت كبير، تقريبا يدي معايا فات 45 دقيقه. انا حطيته 45 دقيقه ونسيته، ومن بعدها تكي هكا بالكيردون ولا بموس وتشوفيه من داخل خرج الموس ناشف، عارفيه باللي خلاص طاب معاك. لانه سميد والدرع يطول شوفي في الطياب ماشي كيما الفارينه، يدي الوقت في الطياب. والمول ما تقيديش، انا درت في المول هذه تقدري ديري في البلاطو عادي هذاك تاع الفور، ديريها تجيك البسبوسه عادي. وهي في كطيب تجي بين البسبوسه والمسكوته، يعني قوامها. يعني هذا الدرع هذا يعني كنت تعرفوا قيمته والله ما يخطاكم من الدار. يعني مليح. انا نديرو ساعات في الرخصاص، ديري غير كمشه واحده مثلا كي ديري الرخصاص ديري غير كاس برك من الدرع. في الخميره في خبز الدار. ساعات هكا كي نطيبوا الحريره ولا حاجه كتجي تدوريها كيما نقول حنا باش تدوريها مثلا بالشيشه ولا بالفارينه ولا حاجه. ديري الدرع هذا ثاني روعه صحي مليح. المرضى السكري معمر بروتين كما قلت لك، والناس خاصه الناس اللي دير ريجيم غني بالالياف ويساعد على الشبع. يعني كيما هذا تاكلي مرسو ما تقوليش يا راسي، ما زيديش تقولي براحه الماكله. وثاني مليح خاصة بعيد الشر ولقد ربي يعني وعافانا الله وإياكم، يقلل من الجذور الحرة اللي في الجسم اللي هي واحدة من مسببات السرطان. يعني وثاني خالي من الغلوتين، خاصة الناس اللي تحب المخبوزات بصح ما تقدش الفرينة، ممنوع عليها الفرينة وممنوع عليها. فدرع مليح. هنا بما انه يعني كلش صحي والوصفة ما فيهاش سكر، فكملت في التام اني زينت بالرب بالدبس التمر. اذا حبيتي انتي تزيني ما عندكش دبس التمر عادي، يعني ممكن تزيني بكونفيتير كيما حبيتي. يعني مش بشرط يكون كلش صحي. انا هنا درت بما انه عندي دبس التمر وراني ما نخدم يعني نخدم عاوله، يعني ما يخطانيش من الدار، ضروري دبس التمر في الدار. فهذا يساعد انك بدل ما انك ديري صوص شوكولا ولا صوص كراميل ولا كونفيتور. فهذا يعني ويجي روعه. وزد زينته بالكاوكاو كيما تزين كيما تحبي انت واللي عندك انت. كما قلت لك من اروع الوصفات الكيكات اللي ممكن تحضريها لأطفالك. مليح للحوامل ثاني، خاصة المرضعات. غني بالحمض الفوليك. مليح للحوامل هذا الدرع. فوائد نتاعو. انا كي دخلت المره الاولى ما كنتش مليح خاصه للكسور. انا اكتشفت هذا الدرع هذا مؤخرا فقط. يعني الناس اللي تعاني من الكسور يساعد في الجبر، يعني توظفيه يعني ديري كمشروب. ممكن ديري حتى تزيدي مغرف مع عصير، مثلا ديري مثلا باناشي ولا ديري عصير تاع البنان ولا حاجه ديري معاه مغرف. هذا
من الدرع، فكي توظفيه يعني انتي وفياقتك انتي قفازك وظفيه في اي حاجه، وواحد ما تقولي بلي كاين درع. اهم حاجه انه تعطيهم القيمه الغذائيه وتعطيهم الفائده و... و... وفي نفس الوقت هاكي عارفه روحك انتيا واش وكلتي وليداتك. وهذه الوصفه نتاعنا. نتمنى حبيباتي ت... كما نقول حنا، نتمنى تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم. اذا عجبتكم القناه ومحتوى القناه ما تنساوش تخلوا لي لايك واشتراك و... وكومنت وتعليق. واذا جربتوها نتمنى ترجعوا الفيديو هذا وتحطوا لي في التعليق كيفاش جات معكم، مليحه مش مليحه. متاكده متصالحه معكم مليار في المية. حنا بالنسبه لينا حنا الدرع هذا ماهوش متداول عندنا حنا في الجزائر. يعني اكثريته الناس الخليج يطيبوا به الكيكات، يديروا به مشروب. وهو اصلا كما قلت راهو ما بين الحبوب وبين القطاني. عليه قلت راهو معمر بالبروتين، يعني يعتبر ثاني من القطاني كما البشنه كما الذره. وهذه الوصفه نتاعنا، واكيد راح نزيد نزينها كل ما نقسم راح نزينها بالدبس التمر، وتتقدميها مع عصير طبيعي، ولا قهوه ولا المهم. وهذه الوصفه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.